وهو ده المصري. المصريين بيحبوا يفرحوا قوي، في اي حدث بيحصل تلاقي حفله سبوع، حفله نجاح، حفله عيد ميلاد، حفله تخرج، حفله خطوبه، حفله عفش، حفله جواز، حفله عيد جواز. انا عايز اقول لك ان في ناس بتعمل حفله طلاق، وكل ده غير المناسبات والاعياد الرسميه. شعب فرفوش. في مصر الناس بسيطه قوي، عادي جدا ان في اي مكان تلاقي الناس بيكلموا بعض من غير ما يعرفوا بعض، في المواصلات، في طابور العيش، في المصايف، عادي جدا وانت قاعد على القهوه تلاقي حد جه قاعد معاك على الترابيزه. ممكن اقعد معاك؟ تعرفه يا؟ لا ما اعرفوش. ولا انت؟ ولا عمري شفته. للاسف محدش يعرفك. اتفضل اقعد. المصريين بيحبوا كل الفنون وشاطرين فيها. في مره كنت بصور فيلم قصير وكنا في الشارع والناس اتلموا، فبقول لهم ممكن تمثلوا معانا؟ اغلبهم وافقوا وفرحوا قوي، واللي ما وافقش وقال لي انا ماليش في التمثيل كان عايزنا نتحايل عليه شويه ووافق ومثل معانا. شربت الويسكي حتى انساكي، طلع لسان عصفور يلعن مساكي. بره بره ايه سيدوني بره. جدعنة المصريين طول الوقت بتشوفها افعال مش